وفي نفس الوقت ما تضرش علاقتها الجيده مع المغرب. يعني باش نزيدوا نوضحوا، فالامتناع ماشي معارضه. يعني كيفاش هذه النقطه هذه؟ باكستان ما صوتاتش ضد القرار، امتنعت فقط. وهذا امتناع كيعني ما بغيناش ندخلوا في مواجهه مباشره، ولكن ما غنعيقوش الدعم او التعاون. وهذا الشيء كيبين ان المغرب وباكستان يقدروا يحافظوا على العلاقات الثنائيه الطبيعيه في ميادين التعاون الاخرى بحال الدفاع. الوزير كشف واحد النقطه مهمه اخرى، وهي ان النقاش الملكي المباشر مع القياده الباكستانيه دار حول هذه الحساسيه هذه، وحاول يقنعهم بمصداقيه وواقعيه المبادره المغربيه للحكم الذاتي، وان ما كتعارضش مع مصالح باكستان او مبادئها. هذا الشيء كيأكد مره اخرى على القيمه ديال الدبلوماسيه المباشره والقدره على فهم ومعالجه هواجس الطرف الاخر بدل ما يتجاهلوها. فهذا امتناع الباكستاني ممكن نفهموه كحل وسط كيحافظ على ماء الوجه لكل الاطراف، وكيبين ان الامتناع ماشي بالضروره موقف سلبي، ممكن يكون خيار استراتيجي محسوب كيسمح بالحفاظ على علاقات جيده ومصالح مشتركه بحال التعاون الدفاعي اللي باقي قائمه بين المغرب وباكستان.